هذا الفيلم يروي أحداث أسبوع واحد ظن في بدايته الجنوبيون أن بوسعهم دحر الحوثيين والانفصال عن الشمال وإعلان دولة جنوبية مستقلة. ومع انتهاء الأسبوع كان الحلم قد تبدد. نبدأ الأسبوع في 19 من مارس آذار عام 2015. يسعى الحوثيون أثناء توسعهم خارج صنعاء للاستيلاء على مطار عدن في محاولة للسيطرة على الجنوب. هرع مسلحون جنوبيون وفصائل من الجيش إلى المطار لمقاتلة الحوثيين. يرافق غيث وفريقه مجموعة منهم إلى خط المواجهة. احنا بخير، هم الآن جنب الباب، 3 دبابات في متقدمة راحت شالت الجزء الأول من السياد. هذا عبد الرحيم العلقي، كل 5 مع بعض، أحد أصدقاء غيث وعضو في الحراك الجنوبي، وهو تيار يمني جنوبي انفصالي معارض لحكم الشمال. عبد الرحيم قائد ميليشيا الآن. يحشد عبد الرحيم العشرات من رجاله للانخراط في القتال. رفض الجنوب أن يحكمه تحالف الشمال الذي يضم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. خرجوك مدحور، أبناء عدن خرجوك مدحور. أي جرثومة سنقتلعها من داخل اليمن ومن داخل عدن، ورحنا عاصمتنا عدن، أرض الجنوب، أرض الأحرار. أكثر شيء الذي لفت نظري في هذه المعركة أنه لأول مرة أرى في عدن وفي الجنوب عموما كل القوى المختلفة تتحرك بشكل واحد، تقاتل كجبهة واحدة. كان هناك مدنيين، قوات عسكرية موالية، بالإضافة إلى الحراكيين الانفصاليين، كلهم يقاتلون كجبهة واحدة ضد القوى الموالية للحوثيين. بعد 7 ساعات من القتال تمكن مقاتلو الحراك ووحدات الجيش الحليفة من استعادة السيطرة على المطار. بالنسبة لعبد الرحيم والمقاتلين الجنوبيين كانت تلك لحظات من النشوة عاشوا فيها حلم استقلال قادم. علي عبد الله صالح انتهى من الجنوب نهائيا، بقايا علي عبد الله وبقايا الحوثي الجنوب نهايته. نعم، والنصر قادم للجنوب باذن الله ان شاء الله. ولكن لم يكن هذا النصر الحاسم الذي أمل فيه الحراك، فالحرب الأهلية أطلت بوجهها. لفهم جنوب اليمن وموقف الحراك لابد من العودة في التاريخ. في الماضي لم يكن عبد الرحيم والحراك مسلحين، كانوا يؤمنون بالمقاومة السلمية. قبل 2 زار غيث الجنوب، حيث أمضى عدة أشهر يتابع تظاهرات الحراك اليومية. والتقى وقتها عبد الرحيم للمرة الأولى. كان عبد الرحيم مراهقا عندما حاول الجنوب الانفصال عن الشمال، ما أدى إلى حرب أهلية عام 1994. هرب عبد الرحيم إلى جيبوتي. فور عودته انضم إلى الحراك. كان يعتقد حينها أن الثورة السلمية ضد الحكومة اليمنية هي الطريق الوحيد نحو الاستقلال. نحن في الجنوب كحراك جنوبي اتجهنا النهج السلمي، لا عندنا القوة العسكرية حتى القوامهم. مثلا نحن شعب، كنا دولة، نريد نستعيد دولتنا زيها زي تركيا، زي لبنان، زي الأردن، لا نريد دولة يعني قبلية متخلفة، أو لا نريد يعني دولة ملكية يعني أنا وبس. اختبر الحراك أساليب متعددة،
من الإضراب والاعتصام إلى التظاهر. الحراك الجنوبي بدأ كحركة احتجاجية سلمية قبل الربيع العربي بكثير، واستمرت في نضالها السلمي لمدة 7 أو 8 سنوات. حتى عام 1990 كان الشمال والجنوب دولتين مستقلتين. وبعد الوحدة دفع الفساد وسوء الحكم بالعديد من الجنوبيين إلى رفض حكم صنعاء. اختار الحراك علم الدولة قبل التوحيد رمزاً لمقاومتهم. ككل الحركات الثورية